السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنشارك معكم بحلاوة. شحال هادي ما درت شي حاجة ديال الطبخ في القناة ديالي، بصراحة كتعجبني لان اقتصادية وكتعطي واحد الكمية كتيرة وبلا ما تتمحنك ما والو، ما ساهلة في الخدمة وساهلة حتى في التوجد. ممكن عندنا المقادير، نعطيكم المقادير ديال العجين. كاين نص كيلو ديال الطحين، 2 معالق ديال السكر كلاصي، 2 معالق ديال الزيت الرومية، ونص كاس ديال المزهر، وواحد قريصة الملح، ونص ربعة ديال الزبدة. تندير انا ديك 125 غرام هكا، وتنخليها تكون بارده وكنبسها مزيان في الطحين. عاد كنزيد عليها مزهر وكنجمع المزهر تيبقى خاصها شويه، كنبقى نزيد بشوي بشوي بالماء العادي حتى تتجمع ليا العجينه. هو خصني نخلي العجينه تبقى قاصحه من حيت عاد تتعاود تطلق. كنديرها في ورق السلوفان وكنخليها شويه كترتاح. غندوزو دابا للحشو. كنديرو كيلو ديال الكاوكاو محمر، 100 غرام ديال الزبده دايبه، نص كاس ديال السكر كلاصي، 2 معالق ديال المزهر، والنكهه ديال اللوز. كندير معلقه صغيره عامره. كطحنيه غير هو. دابا هاد الكاوكاو من الاحسن ملي كتقليه تتهزيه وهو باقي ما حمرش بزاف، يعني كيبدا يذهب كتحيديه من المقله، لان الا خليتي تتسنى هذا اللون تحصلي على هذا اللون، ملي كتحط حيديه من المقله تيزيد يتحمر اكثر، تقدر كاع يولي يرجع ليك حال ليك. يعني غير بقى يتبدل فيه اللون يذهب، حيديه من المقله وصافي كطحنيه. صافي ملي كنوجدوا الحشو كنخليوه على جنب، وكنجبدوا العجينه ديالنا كنفرقوها على 6 ولا 7 ولا اللي بغينا. المهم 6 ولا 7 الصراحه، حتى ل5 يمكن. وكنفرقوا تنسرحوها وكنديروا هذا النشا، كنفرقوا بيناتهم بالنشا وكندهنوا كل طبقه كندهنوها بالزبده وكنرشوها بالنشا وكنديروا الطبقه الاخرى. وكنسرحوا كنجمعوا الجناب ديالو، كنطويو الجناب بحال شكل هذاك بريه هكا. نطوي الجناب باش منين نسرحو يعطينا التقطاع يكون مقاد يونيفورم، ما يكونش بلاصه عوجه ولا بلاصه خارجه. صافي كنسرحو كنقسموا العجينه. ملي كنلويوها هكا على 4 كنقسموا العجينه من الوسط. وكنوجدوا الطاوه ديالنا. كنوجدوا الطاوه ديالنا كندهنوها بزبيده، ولا اصلا راه العجينه فيها الزبده. انا صراحه نيت اصلا ما دهنتهاش. صافي كنسرح هذاك الطرف اللي قلت لك فرقت على جوج، كنسرحو في الطاوه، كندقوه هكا بالشوكه. صافي كنفرغ فيه هذاك الحشو ديالي، كنحاول نفرقو متساوي في الطاوه، وكنجبد داك المدلك باش نقاد ليه المستوى ديالو، باش ما يبقاش شي طالع شي نازل، يكون نيفو واحد. صافي ملي كنسرحو هكا بداك المدلك كنسرح الطبقه الاخرى. كنسرحها، ولكن فاش نسرح تنبقى نعبر، تنهز الطاوه ديالي وكنعبر واش داك القياس اللي سرحت واش كافيني في الطاوه، ماشي تنحطها فوق سميتو نبقى حيره نبدا نجبد فيها. يعني كنسرح وكنعبر ملي تيبان لي راه صافي راه كافي العبار ديال الطاوه ديالي. صافي تندير فوق من ديك الطبقه ديال الكاوكاو كنسرحو، تاني تنديرو بالشوكه. والا كان بحال الجو بارد راه كتقطعيها مباشره. الا كان بحال الجو دافي ولا شي حاجه والعجينه شويه ما شداتش راسها، كندخلو للثلاجه، كنخليها في الثلاجه واحد شويه باش منين نقطع ما تبقى ما يتبعنيش الموس، ما تبقاش العجينه تابعه الموس. يعني تتقطعي شاده العجينه، شاده في راسها، شاده في سميتو في بعضياتها مع كاوكاو. تنقطع العبار اللي بغيت، القياس ديال كل وحده القياس اللي بغيت. كنكون موجده شويه هذا اللوز كل هذاك الساعه باش يزين. انا اللوز كاين اللي تيفسخو، انا تنخليها كتعجبني كنشوفو مغاير اللون ديالو، حيت كاين اللي كيخليها هكا فاش تيولي تيبان بحال لون العجينه. انا ما تيعجبنيش هذاك اللون. تنخليها هكا كنديرو في مزهر، كنخليه بعداك واحد شويه شي قسم ولا قسمين في مزهر. عاد تنبقى نخشي هكا في سميتو. بعض المرات تنعود نزين، هي غالبا ما تنزينش، كنخليها غير هكاك. صافي تنقطع صافي كندخلو للفران، كنقاص عليه، كنخلي الفران بعداك حتى يسخن، وكندخل الطاوه ديالي. المهم تاخذ لي انا شي ساعه الا ربع، ولكن قاتله عليها البوطه باش يمشي يتحمر كامل، يتحمر كاع يونيفورم، كلشي يتحمر فيه. صافي تكون موجده العسل.
انا كندير نص كيلو. كاين اللي كيدير كيلو الا ربع. انا ما تيعجبنيش كثرة الحلاوه اصلا، راه دايره شويه السكر في سميتو في الحشو ولا حتى في العجينه. كندير نص كيلو ديال العسل هكا، كندورو عليه مزيان وكنخليها، كنغطيها بشي حاجه وكنخليها حتى تشرب العسل ديالها. وتتهزيها كديرها اما في قويغطات ولا الا عندك شي بلاطو هكا كلشي باه سميتو، من الاحسن قويغطات باش حتى اللي يهز ما يتكرف يديروش اليد، راه كتجي مقرمشه واعره. هذيك الطبقه داك التوراق اللي درنا ليها كتجي يعني واخا تبقى تدخلها للثلاجه تتبقى هكاك مقرمشه، ما كتحيدش ديك التقرمشه ديال واخا حيت كاين شي حلوه اللي كتدخليها للثلاجه كتدبل ديك الورقه ديالها، هذه كتبقى مقرمشه. وقت ما الوقت اللي خليتيها تتبقى مزيانه وبالصحه والراحه.